حد عارف مرض السكر انواعه ايه؟ مرض السكر في نوعين، تايب 1 وتايب 2. عارفينهم؟ يعني ممكن يكون مريض سكر تايب 1 وتايب 1 ده لازمته ايه؟ لازمته ايه؟ تايب 1 ده عنده ايه؟ قول. لا قول. خلايا بيتا اتدمرت، يعني ما عندوش انسولين في جسمه. هو تايب 1 ده مفيش انسولين في جسمه، بس النسبه بتاعت المرض ده من تايب 1 5-10% من الناس، يعني مش منتشر. طب التايب 2 ده مشكلته فين؟ يبقى عنده انسولين في جسمه، بس الانسولين مش قادر يدخل السكر الخلايا، عنده مقاومه للانسولين. عارفين تحليل اسمه مقاومه انسولين اللي بيقعدوا يعملوا له وهو تخين شويه ويقول لك اعمله عشان عنده دهون او في الدايت او بتاع، اللي هو اسمه الهو اي ار. الشخص ده بيكون عنده انسولين كويس جدا، يعني معمول له تحليل انسولين يطلع طبيعي جدا نسبته. ما الانسولين هو اللي بيدخل السكر الخليه، امال ليه بيعلى في الدم؟ ما هو مش عارف يدخله الخليه فبيعلى. طب ما عنده انسولين، لا ده في اجسام مضاده بتروح تمسك في الريسبتور في الخلايا. مش الخلايا، كل خلايا في جسمنا لها مستقبل، المستقبل ده هو الباب. بيقوم الانسولين ماسك يقوم فاتح، هو المفتاح، يقوم داخل فاتح المفتاح فيفتح الخليه يدخل السكر. انا عندي انسولين بس المستقبل ماسك فيه جسم مضاد، فشاغل المكان اللي بيفتح منه، المكان بتاع المفتاح مقفول، فالانسولين مش لاقي مكان يمسك فيه، مش عارف يمسك، فالسكر ما بيدخلش الخلايا بكل بساطه كده. فطيب 1 ما عندوش انسولين، الخليه بيتا اللي بتفرز الانسولين متدمره، جالها بقى مرض مناعي ايا كان، جالها مولود بيها كده، اي حاجه، اي مشكله اتلفت، ما عادش بتفرز انسولين خالص. لكن تايب 2 اللي هو بنسبه 90-95% من المرضى بتوع المرض ده بيبقوا مرضى تايب 2، عنده انسولين في جسمه بس مش شغال، ولذلك الدكتور مش هيعالجه بانسولين، بيعالجه بادويه ثانيه بديله، لانه هو اصلا عنده انسولين. فدول مرضين في من الدايابيتس مالبيتس ده اقتصاد اللي هو مريض السكر او السكر السكر قلنا تايب 1 وتايب 2. وعرفنا ده نقص انسولين، لكن ده عنده انسولين بس الانسولين مش شغال. دلوقتي يعتبر احنا عرفنا معظم الحاجات عن تحليل السكر، ما عدا اللي احنا قلناه في وسط الحاجات ما كناش كاتبينه، اللي هو السكر في البول. وانا قلته يعتبر السكر ما بينزلش في البول الا لو كان اكتر من 180، بس في حالتين شواذ كده في الموضوع. بمعنى ايه؟ ممكن يكون السكر نازل في البول بس مش مريض سكر، ما احنا قلنا 180 هينزل. طب هو معنى نزل في البول، ما 180 ده يعني مريض. طب هو ممكن ينزل في البول وما يكونش عنده السكر اكتر من 180، يعني ممكن السكر يطلع 160 وينزل في البول. في حاله اسمها فولس بوزيتيف. يعني ايه فولس بوزيتيف؟ هي بوزيتيف يعني هو موجود في البول بس خاطئ او كاذب. ليه بقى؟ ممكن واحد يكون عنده مشاكل في الكلى، مش احنا الكلى قلنا ان هي عندها تقدر تمتص لحد 180؟ لا، المشكله هي اللي عنده مشاكل كلى، عنده رينال فيليور، عنده مشكله في الكلى، فالكلى ما عادتش قادره تشتغل بكفاءتها العاديه اللي هي لحد 180 تمتصه، لا بقت بتيجي عند 130 ويتسربوا بينزل في البول. فبقتش مشكله سكر، انا مش مريض سكر يا جماعه، ده انا دلوقتي الكلى بتاعتي هي اللي فيها مشكله. طب في مشكله ثانيه ممكن ينزل في البول في حد ثاني، في الحمل برضه. دول اشهر حالتين، مش هدخلكم في تفاصيل ثانيه. الحمل، الست الحامل ممكن تيجي تعمل لها شريط وتعمل لها تحليل سكر في البول تلاقي عندها السكر وانت عامله في الدم طالع 110 ما عداش 180. طب هي المشكله في الكلى باظت؟ لا. اثناء الحمل معظم الوظائف بتاعه الجسم بتركز في الجزء بتاع الجنين، فبتفقد بعض من قدراتها في حاجات تانية كتير منها الكلى. يعني كفاءة الكلى مش بتبوظ، يعني ما عندهاش مشاكل في الكلى، كفاءتها بتقل شوية أثناء الحمل لأن الدنيا مش متظبطة، لأن أصلا الكلى عشان تفلتر الدم تحتاج كل ضخ الدم اللي من القلب يروح لها عشان تعدي عليها، ده بتعدي عليها في الدقيقة الواحدة 600 مللي. فأنت دلوقتي ضخ الدم كله رايح للمشيمة عشان يغذي الجنين، فأصلا الكلى مش مهتمين بيه، فتلاقي السكر بقى بيعدي هو كفاءتها أقل. دول حالتين اسمهم فولس بوزيتيف، يعني إيجابي في البول بس إيجابي خاطئ. طب العكس بقى، ممكن ما ينزلش في البول ويكون الشخص ده مريض سكر. يعني انا عندي السكر 200 بس ما ينزلش في البول، ازاي يعني؟ الكلى بقت معديه قوي للدرجه دي؟ ممكن يكون ايه؟ طيب يكون ايه؟ هي الكلى عدت كفاءتها للدرجه دي؟ هي مش عدت كفاءتها ولا حاجه، بس المرضى السكر اللي هم اللونج ستاندنج دايابيتس اللي هو عنده مرض السكر بقاله 10 سنين، الكلى عارف انت لما تقعد تنفخ في بالونه مره واثنين، اول مره بتلاقيها قويه قوي، بعد مره واثنين وثلاثه واربعه بقت بتنفخها بسهوله، بقت متمدده بسهوله. نفس الكلام في الواحد مريض السكر عالي، اتعودت على كميه السكريات العاليه دي، فبقى الترشيح بتاعها وصل ان هي الموضوع بتاعها ما بقاش 180، بقت بتوصل ل 200 وبعد كده تبتدي تنزل. فهو عنده السكر 200 ما نزلش في البول، بقت الكلى مساحتها اكبر في ان هي تعرف تمتص عشان هو لونج ستاندنج، يعني مريض سكر بقاله 10 20 سنه. فممكن يبقى واحد عامل سكر طالع 200 وتيجي تعمله في البول مفيش عادي، ما تشكش، ما تقولش لازم اعمل بوزيتيف واحد،
واما نيجي نشرح البول بقى هنشرح يعني ايه نعمل سكر في البول. فدي حاله. طب الحاله الثانيه اللي هي ممكن يكون مريض سكر وما ينزلش في البول، في اليورين تراكت انفكشن، واحد عنده عدوى في المسالك البوليه، عنده باص سيلز في اليورين. ايه اللي بيحصل؟ مش البكتيريا دي كائنات حيه بتتغذى على السكر اللي موجود في المسالك البوليه، فتقلل لي كميه السكر فما ينزلش اصلا، لكن هو اصلا عنده سكر بس الكلى البكتيريا اتغذت عليه فما عادش موجود معاه. وصلت لحد كده؟ ده تحليل السكر.